الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حقيقة إن مشهد الناس وهم يقفون أمام الله والأجراء قد اصطفوا صفوفا أمام خالقهم ومالكهم ورازقهم الرب العظيم، وهم قد رفعوا تلك الأيادي وأسبلوا تلك الدموع، يعترفون لله جل وعلا بذنوب السنين، ذنوب طال مداها، فيأتون إلى الكريم الذي وعدهم في هذا الموسم وخاصة في عشرنا الأواخر التي ما غربت شمس يوم منذ أن خلق الله السماوات والأرض على خير من الليل كليل. نعم، هذه الليالي التي أودع الله فيها ليلة من تقرب فيه رفع الله له عمر آدمي إنسان كامل بصلاته وصيامه وقيامه وطاعاته، مع أنه لم يقم إلا سويعات. إن هذا الموسم أيها الأحباب معناه أن الله يحبنا، أن الله يكرمنا، أن الله جواد رحمن رحيم، وإلا فإنه سبحانه يستطيع أن يأخذ العاصي أخذ عزيز مقتدر، يستطيع أن يمنع عني وعنك الهواء والماء والسعادة، لكنه مد في الآجال وأنسأ فيها، ثم أمرك أن تقف بين يديه في ليال عشر. الله أنزل القرآن في هذا الشهر، ثم جعل ليلة تقدر فيها المقادير ويقسم فيها الأرزاق، ليلة خفية في هذه العشر. لذلك نقول هنيئا لكم، والله إننا في نعمة، والله هي سجدة واحتضان أرض ومناجاة رب العالمين، وأنت تقول هذه الأيام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويحب الله منك هذا النداء. الله لا يطرد أحدا أناخ ببابه، والله لا يطرد أحدا ضرب الباب عليه أو وقف بين يديه أو أسبل الدمع بين يديه أو وقف مع الصالحين، فإن الله جل وعلا ولو كنت من المسيئين تدخل في مسجد وتقوم الليل ثم ينزل الله رحمة فيهب المسيئين للمحسنين. الله كريم. لربما سعادة الإنسان 40 سنة ذنوب معاصي، تقف أمام الله تدعوه تنكسر تسجد تركع، ثم تؤمن مع الناس في دعائهم، فتخرج لربما من بابك اللي دخلت معه كنت داخل محمل بالأوزار، ولربما تكون داخل وأنت من أهل النار. والله ما تغرب تنتهي الصلاة إلا وقد وجبت لك الجنة. إنه الله، فلنتعرف على نفحاته. نعم. شيخ الكريم، لعلنا نختم هذه المقدمة المباركة في حديثنا عن هذه العشر الفاضلة للمقصرين أمثالي في استثمار هذه الأيام المباركة وتلك الليالي الفاضلة، في حديث على أن مشقة الطائعين ذهبت وثبت الأجر عند الله عز وجل، وهؤلاء البطالين ذهبت لذتهم وبقي الحقيقة الحسرة على التفريط مثل هذه الليالي المباركة، ونحن نشاهد وندرك هذه السرعة العجيبة في هذا الشهر المبارك. نعم، حتى أن الحليم في سرعة الشهر حيران. أقول إذا كان أهل الصلاح، وكلهم إن شاء الله كل المشاهدين من أهل الصلاح، إذا كان أهل الصلاح يبكون ويشتكون وينوحون ويدعون وينكسرون، وهم يعلمون من أنفسهم أن لهم جوانب كبيرة مضيئة في حياتهم في الطاعات، لكنهم يخشون أن يردون، يخشون أن ينتهي أعمالهم أو لا تقبل أو ينقلب القلب عليهم. إذا هذا يبكي، أنا وأنت أيها العاصي المقصر ماذا نفعل؟ نحن أولى بالإقبال على الله. وعجلت إليك ربي لترضى. يا أحبابي، الله فتح باب المغفرة كأنه يقول لا أريد أن أدخلك يا عبدي النار فتقرب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يحبك فيكون سمعك وبصرك ويدك. الله جل وعلا في هذا الموسم الذي ترون فيه السرعة، وأنا تذكر يا شيخ الحلقة الأولى والله كأنها بالأمس، والله كأنها، واليوم نحن في ليلة 24 نتذكر فيها تفاصيل، حتى يعني تفاصيل كأنها قدمنا وتأخرنا يا شيخ حلقة العام الماضي. أحسنت. وكنا نقول هذا أسرع رمضان مر على الأرض، واليوم نقول هذا أسرع من رمضان الماضي. والعبرة أحبابي ليس أن تسرع الليالي ولا أن تسرع الأيام، العبرة أنت تودعها ماذا؟ هل أنت ستفرح يوم العيد؟ أحبابي، الفرحة الكاملة في يوم العيد لمن كان عبدا لرب العبيد جل وعلا منكسرا بين يديه. أسعد الناس في العيد ليس أجملهم ثوبان ولا أعطرهم أردانا، أجمل الناس تدرون اللي يبكون شوقا إلى رمضان وفرحا بالعيد وهم أهل الاعتكاف.
الذين الآن لزموا بيوت الله ينادون يا ربي لا نخرج من بيتك حتى تعتقنا من النار. والله يا أخي إنهم زابنين زبنة صحيحة وداخلين على الله، مثل اللي يقول دخيل عليك يا ربي، داخلا عليك يا ربي، لا تخرجني إلا وقد اعتقتني من النار. هذا أبنائي بيتي أعمالي تركتها وها أنا في بيتك أستجير بك، أنا منكسر بين يديك، أنا أشتاق إليك فخلوت بك. يا أحبابي جنة. ثم أقول للمعاصي، بعضهم يقول خربانة، خربناها أول الشهر ووسط الشهر والآن هذا العشر جت ما خربت. يا أخي إياك، هذا وقت الصلاح، هذا الآن دام باقي في رمضان يوم، والله إنك الله وعد في آخر ليلة من رمضان أن يعتق ما لم يعتقه في الشهر كله. الله انظروا الكرم، انظروا. ولذلك يقول أهل العلم في قضية قيام ليلة قدر، إن لم تدرك ليلة القدر يا أخي فتحرى ليلة من الليالي يعتقك الله. الله يعتق كل ليلة، وفي آخر ليلة يعتق ما لم يعتقه في الشهر كله. تعرضوا لنفحات الله. الله مولاكم، الله عظيم، الله رحيم. ذنوبكم اللي أنتم تصنعونها هذه قد تكون سبب لدخولكم الجنة. الذنب عند التوبة النصوح يكون الذنب سببا لدخول جنات النعيم. أتريدون عرضا أعظم من العرض السماوي الرباني؟ تكفون قبلة على رأس ذاك المقصر اللي توه قايم من النوم الآن وتعبان نفسيا وبياكل وبيلعب ويطلع. يا أخي طالبك ارجع البيت الله، باقي 4 ليالي 5 كلها والله يعطيك الله ما أعطى الصائمين وأعطى القائمين وأعطى التالين. عد إليه، الله يحب من عبده الإقبال. مجرد أن تقبل بقلبك تشرع لك أبواب الرحمة، لكن كن صادقا مع الله، فمن صدق مع الله صدقه الله. وإنما الأعمال بالخواتيم شيخ الكريم. نعم. ولذلك يعمل الرجل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والختام يعني يا أحبابي بعضنا ينقض غزله ويهدم بناءه، وبعضنا لا، أفاق استفاق. رمضان راح يا الربع، سرعة الرمضان ما تخوفكم؟ النساء اللي قضلن أوقاتهن في الأسواق، واللي راح في الأعمال، واللي راح يلعب الآن أما تعطي الله هذه البقايا من هذا الشهر؟ وأبشرك أن اللي باقي في الشهر أفضل من اللي راح. يعني لو أن الله جعل أفضل رمضان العشر الأوائل تفتتت أكباد الصالحين وتقرحت عيونهم، راحت العشر اللي الله من كرمه جعل العشر التي يحبها والتي ينزل الملائكة فيها والتي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، جعلها في العشر الأواخر. بل أنا أقول لبعض حتى الصائمين ليه ما تتلذذ بالصيام؟ لماذا البعض منا كان يختم في العشر، تذكرون العشر الأوائل وكان المصحف وتكبيرة الإحرام ويصلي النوافل كلها ما شاء الله، والآن وش في العد التنازلي بدأ؟ ولماذا هذا الضمور في الطاعة؟ ولماذا بعضنا أيها الأحباب بدأ يمل من الصيام، مع أن الأصل أن الإيمان يتصاعد، الإيمان يزيد؟ لماذا ابتدأ عند بعضنا ينقص؟ لأن عنده مشاكل قلبية حرمه الله لذة الطاعة. ترى الطاعة مناجاة الله نعمة، أعظم جنة في الحياة أن تحب الله فتحب تشتاق إليه، الشوق إلى الله. ولذلك في الحديث والشوق إليك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مناجاة الله، الخلوة بالله، كل هذا لا يعطى إنسان في قلبه سجناء ولا في قلبه غل، خاصة على الأرحام. والسؤال الآن العشر القادمات والله ما غابت شمس يوم على أفضل منها، فماذا أنت صانع وماذا أنت فاعل؟ هي عشر جعل الله فيها درة الليالي وتاج الليالي وشامة الليالي على ليالي الدهر كله. ليلة هي خير من 1000 شهر، أودعها الله في العشر ليبتلينا ويختبرنا لينظر أينا أحسن عملا، لا أكثر عملا أحسن عملا. ولذلك العشر القادمات خير الورى وخير البريات عليه الصلاة والسلام ما كان يقضيها في بيته. 20 الأول كان ينام ويصلي، كان عليه الصلاة والسلام يخلط بين النوم واليقظة. أما في العشر الأواخر فكان يطلق الدنيا خلف ظهره
وهو أكثر منا أعمال، قائد الأمة بأبي هو وأمي، يترك الدنيا خلف ظهره، يتخفف من أعمالها، يترك نساءه، ليست زوجة واحدة ولا زوجتين ولا بيت ولا بيتين، ترك 11 بيتا، وترك خلفه نساءه، وترك خلفه ما خلفه، واعتكف وضرب القبة في المسجد يناجي رب العالمين ويخلو بالمناجاة مع ربه. هكذا يكون استقبال العشر. بعضنا يستقبل العشر لأنه استلم الراتب اليوم ونزل الراتب في الصراف، تلقاه في سوق حجاب وفي سوق الغرب والشرق يجمع لباس العيد. يا مسكين، ليس السعيد في العيد من لبس الجديد، وإن كنت لم تشتري بعد فاشتري غدا في النهار، وانتهي لا تغرب شمس الغد، لا تغرب شمس الغد إلا وقد فرغت وأنهيت أمور عيدك وملابسه. وما غروب شمس الغد يوم الجمعة إلا إيذان أن الكون ينتظر أفضل ليالي العام كله. أما أفضل أيام الدنيا فهي 10 ذي الحجة، أما أفضل ليالي العام فهي 10 الأواخر من رمضان. يا معاشر الأخيار، لن يستطيع أحد أن يستقبل ليلة القدر 83 سنة صيام وقيام وطاعات يعطيكها الله بقيام 12 ساعة. أي كرم من هذا؟ تدري المحروم من هو؟ المحروم اللي بتمر عليه ليلة القدر وهو يصك الفناجيل ويصلح الدلال ويسولف أمام القنوات، أو يدور ويجوب مع أهله في الأسواق. ظالم لنفسه، عدو لنفسه، ضيع عمره. والله إن العشرة هذه لا تعود، والله لا تعود إلا على الأحياء. هل أنا وأنت منهم في العام القادم أم لا؟ الله أعلم. لذلك اختم بخير، اختم بخير، فإن الله يغفر كل ذنب. والله لو ضيعت 20 الأولى، كل 20 ضيعتها بالنوم وضياع ورؤية مسلسلات ومتابعة مباريات وما قرأت قرآن وما سبحت، أبشرك الأمور طيبة. الله بلغك 10 هي خير العشر، وهي أفضل 20 الأولى. القادم من رمضان أفضل من الماضي، القادم من رمضان في 10 الأواخر أفضل من 20 قبلها. فلا تعادي نفسك، لا تظلم نفسك. ولذلك أفضل ما يكون العبد في 10 الأواخر واقعا أن يتخلى عن الخلق. أشغلون الدنيا يا أخوان، أشغلون النساء والأطفال والجيران والناس والرايح والجاي والواتساب وتويتر وفيسبوك WWW والدخول في المواقع. يا أخي، أما آن لنا أن نتوقف عن هذا الهراء؟ أما نتوقف لنناجي الملك الديان؟ ألا نتوقف في بيته ونترك الدنيا خلف ظهورنا وننيخ مطايانا بباب ربنا؟ ربي اللي نوخ ببابه والله ما يطرده. يا أخي والله لو تنوخ عند رجال وهو ردي ويشوفك منوخ لك ليلتين أن يستحي منك، والله أن يفتح الباب ويعطيك طلبتك، ولو إنها ما تكون. هذا بشر، فكيف ربهم؟ ولذلك قال العلماء إن الاعتكاف سنة ثابتة مؤكدة أعظم سنية، أعظم من عمرة رمضان. وبعضنا يقول باخذ عمرة في رمضان، بيض الله وجهك، بس تدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان؟ أتدري أن العمرة في رمضان لها مزية، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اعتمر ولا عمرة في رمضان، ومع ذلك بعضنا يحرص على العمرة ويذهب إليها. طيب اعتكف الله يحفظك لو يوم. ولذلك قال العلماء إن الاعتكاف أقله ليل أو نهار، وبعض أهل العلم قال ساعة، والراجح ليل أو نهار. يعني يصح أن تعتكف من غروب الشمس، تفطر في المسجد إلى طلوع الشمس، إلى أذان الفجر. هذا صعب يا أخوان. جيب طعامك وجيب شرابك وجيب القهوة وجيب مهيلة وجيب العويدي وجيب الفطائر وجيب العصير وجيب اللي انتبي، واقعد في الركن هناك، لا تخالط أحد، وطف الجوال الله يرحم والديك حتى تخلو بالله، ثم اجلس، سبح، اقرأ، ادعو، ابك، سوي اللي تبي، اركع ركعتين، ناجي الله
لا تلتفت للباب إذا غربت الشمس، إذا طلعت الشمس. إن بغيت تواصل فحسن، وإلا فإنك كنت معتكفا ليلة كاملة. وأبشرك أن القدر ليلة القدر من غروب الشمس إلى طلوعها هي حتى مطلع الفجر. ولذلك المحروم والله، طيب ما تقدر في العشر الأواخر؟ طيب الخمس الأوتار، ليلة القابلة، ليلة 21 أو 23، 25، 27، 29 على الأقل إذا لم تكن في العشر كلها. هذه الليالي أخلو بالله، اترك الدنيا، كفاك خلطة للبشر، ناجي ربي. يقول العلماء إن المعتكف في العشر، تدرون ماذا يقول؟ يقول يا ربي نوخت عند بابك وأنا رابط الرجل في بيتك، والله يا رب لا أخرج حتى تعتقني من النار. الله أكبر. والله ما يربي ما يرد أحد، والله ما يرد. والله يا أخوان 10 أيام أسألك بالله لو يتصل عليك واحد من تجار الرياض يقول تعال أبرك عند بابي 10 أيام وابشر بفلة في النسيم، تقعد 10 أيام؟ والله أنت توقف على رجل مو برجلين، وتحب خشمه وليده وراسه وسم طال عمرك حتى يعطيك الله. ما يعطيك فقط، الله أعطاك الحياة. أنت تقدر تتنفس لو لم يعطيك الله الهواء؟ أن تستطيع أن تقول لا إله إلا الله لو لم يكن يعطيك ربي هذا التوحيد؟ خلقك للفطرة وعلى الفطرة وهيأ الجنة لك، بل الله يريد أن يدخلك الجنة ويتوب عليك. طيب إذا فتح باب التوبة ليه ما تدخل؟ إذا فتح باب الجنة لماذا لا تدخل؟ يا أخي كم عمرك؟ كم عمري؟ أنا عمري فوق 40. يعني يا أخوان اللي يجلس ليلة القدر عمله الذي يرفع إلى الله إن قبله 83 سنة و6 أشهر. الله أكبر. ليلة يكون عبادتها كعبادة من يصلي ويصوم 83 عام من الغبي الذي أخرق نفسه وأحرق نفسه وعادى نفسه. أنا إذا ما كنت مع القائمين في تلك الليلة، لا تقول بروح للبيت وبنصلي القيام ونرجع. اسمع، تبي ليلة القدر ما فيه تفريط، إذن اجلس هنا وانعكف واعتكف واترك عنك الدنيا وانقطع عنها. أحبابي لو جانا اتصال تاجر من تجار الرياض بيعطي كل واحد يلقاه في العشر الأواخر 1,000,000 ريال، بس بشرط يلقاه واقف على عتبة الباب وبيمر علينا في الحارات، واللي بيلقاه واقف بيعطيه 1,000,000. تدخل داخل بيتك؟ والله ما تدخل. وش بتقول لي؟ بتقول لي يا شيخ متى بيمر؟ ما أدري، لكنه والله أنه بيمر، والعشرة أيام ذي فيه مرور له. متى لا أدري، ليل نهار لا أدري، لكن ترى من وجده واقف أعطاه. نوقف ولا لا؟ والله نقوم بزراننا الصغار أطفالنا اللي يحبون نوقفهم عند الباب. وأنا أبوك طيب تعبان يا أبوي، يا أبوي التعب مخلوف، اسهر الأيام ذي والنوم ملحوق عليه في شوال. نقول ذلك ولا لا؟ هذه ليلة القدر يا أخي، اعتكف فيها وملحوق على الدنيا. يا أخي توقف عن غث الدنيا. يا أخي خالطناها حتى أمرضتنا، جمعناها وتفلتت، تاجرنا وخسرنا ولا لا؟ ورحنا في الأسهم وراحت، الله يرحمنا وإياكم، والراتب ما فيه بركة، والعالم كل ما طقيناها عدله معهم انقلبت عوجة. يا أخي اجعلها مع ربي، والله ما تعوج، والله ما تنقلب عوجة. أنت تعدل وتسير، عد إلى الله، رتب خطواتك إلى الله. أحبابي لا تجرب، ربي كريم، الله عظيم، له في كل ليلة عتقاء من النار. راحت 20 ليلة، راحت كأنها شربة ماء ولا لا؟ أحبابي ما تلاحظون أن أسرع رمضان في التاريخ هذا الرمضان؟ والله ما مر على المسلمين رمضان أسرع منه. تدرون ليه؟ لأن العد التنازلي لرحيل الدنيا بدأ، ولأن السنة الجاية بيكون أسرع. لكن أنا طالبك لا تفكر ليه أسرع رمضان وليه بسرعة تنتهي لياليه. أودع الليالي طاعة. اللي منا قد ختم القرآن الآن 10 مرات، في شاب في النسيم ختم الزابلة قبل غروب الشمس، ستكون الختمة 10، كل ليلتين يختم. هذا في أفضل مني ومنك، هذا ما عليه من الليل والنهار، يسرع ولا ما يسرع، لأنه مع القرآن وفي بيوت الله. دعوة أحبابي أن نستغل ما بقي. واعلم والله وتالله إن أسعد صائم بالعيد أهل الاعتكاف في العشر الأواخر. لا ترى ما هو بس عدنا اللي ثوبه جديد
ولا اللي لابس له بشت، ولا اللي مطيب جميل، لا وربي أسعد من في العيد يأخذون جوائزهم وهم أهل الاعتكاف، وجوههم نور، أفئدتهم نور، دموعهم فيها، عيونهم فيها دمع. أما العين الأولى تدمع فرحا بنعمة العيد أن بلغناه، والدمعة الثانية شوقا على رحيل رمضان وحبا فيه. لذلك يا من يريد عام من أجمل أعوام عمرك، أقسم بالله أن العشر الأيام القادمة أجمل ليالي العمر، لكن ما هي بتقضيها على السواحل ولا عند الريموتات ولا مع زوجة رحوم حبيب وجميلة تحبك، لا وربي أن تخلو في هذه العشر بالله. كان عليه الصلاة والسلام في غار حراء شهر قبل أن يبعث، كان يتحنث في الغار، يترك الخلق. ما أجمل أن تنفرد بربك وتناجيه. أحبابي، ترى بعضنا خايف من نفسه، ليه ما نقعد مع أنفسنا نصارحها؟ ترى بعضنا حتى مصارحة نفسه ما يقدر. أنت عندك عيوب الله يزينها، وعندنا أخطاء وعندي ذنوب الله اللي سترني بها. لماذا ما نخلو بالله ونقول يا رب كما سترتنا فاغفر لنا، يا رب أتينا إليك، يا رب عجلت إليك لترضى، يا رب اختم بالسعادة أجلي واختم رمضان بعفوك. تصور الله يعطي الجنة في كل ليلة له عتقاء، يترك اللي معتكفين ويعطيها اللي في الشارع ولا اللي قاعدين عند القنوات ولا في الأسواق، يترك اللي وقفوا عنده وتركوا الأعمال وسكروا الجوالات. الله كريم حيي، إذا رفع عبده إليه يديه يستحيي جل وعلا أن يردها أو يرده ما له صفرا. أسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يعتكف بقلبه وببدنه وينقطع عن مشاغل الدنيا ليخلو بربه، يناجي ربه في ليال هي أعظم ليالي العام. هذه الليالي العظيمة التي هي حجة علينا، بلغناها والموتى ما بلغوها، بلغناها والمرضى في المصحات ما بلغوها. احمدوا الله على بلوغها وانقطعوا عن الخلق وكونوا مع الخالق. وأبشروا يا أخوان، أبشروا، فوالله أن ربي عنده جنة عرضها السماوات والأرض. والله لو جمع الأولين والآخرين في درجة منها هي 100 درجة، والله لكانت الدرجة الواحدة أعظم سعة من الخلق كلهم. الله عفو، وذنوبك مهما بلغت، أقسم بالله مهما بلغت، لو إنها جبال السروات وجبال طويق، والله لو تدمع عينك في خلوة مع الله ليجعل ذنوبك كلها حسنات. الله أكبر، ما يعفوها فقط، بل ذنوبك اللي كانت تخيفك يجعلها هي بوابة الجنة لك. فانكسروا بين يديه وناجوا ربكم وتخففوا من الدنيا، وصوموا العيون وصوموا الألسنة وصوموا القلوب حتى يبقى القلب مطمئنا هادئا للمناجاة. حرمكم الله عن النار وآباءكم وأمهاتكم، وأعاد عليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. يا رب اختم لنا رمضان برضوانك والفوز بجنانك والنجاة من نيرانك. ومن لم يدرك رمضان يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنان ويمن كتابه. يا رب من كان مريضا ما استطاع القيام ولا الصيام ولن يستطيع الاعتكاف، اللهم أعطه أفضل ما تعطي السائلين، اللهم أعطه أفضل ما تعطي السائلين، اللهم أعطه خير ما تعطي السائلين. وأرنا في المرضى يا رب عجائب لطفك ورحمتك، وارفعهم يا رب بعافية وأغنهم بها عن خلقك. وأصلح نياتنا وذرياتنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.